السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إن البدايات التي لا ترضي الله عز وجل أكيد ويقينا نهايتها لا تسرك، ستكون عواقبها وخيمة. ثم احذر وإياك أن تعصي الله عز وجل لأجل من أحببت، فإن من أحببت قلبه بيد من عصيت، والقلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم اعلم أن الخذلان والخسران سيأتيك من الطريق التي عصيت الله لأجلها. يقول الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الزواج هو الحلال، وإياك من طريق الحرام، فإن عواقبه وخيمة، وآثاره لا تسرك، ونهايته مخزية. اللهم يا حي يا قيوم ارزق شباب المسلمين الحياء والستر والعفاف وطريق الحلال. السلام عليكم.